الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله وصفتنا هنعمل حاجه حلوه قوي، اتنين في واحد، يعني ميكس كده ما بين الكنافه والجلاش. بس انا اول حاجه هعمل الشربات بيبقى تقيل اصلا، بتاع الكنافه او بتاع الجلاش بيبقى شربات تقيل وبارد. فانا حاطه هنا كوبايتين ونص سكر وكوبايه ونص ميه اهو، نص عصره ليمونه كده. بعد الغليان ب10 دقايق هطفي عليها، وانا بطفي عليها احط لها باكو فانيليا وارجع لكم ان شاء الله تاني. عندي ربع كيلو كنافه ولفه جلاش، مش هاخدها كلها. الكنافه كانت في الفريزر، امسكها بقى ايه، افضل افرولها من بعضيها كده. بعد كده بعد ما هفرولها هظبط الجلاش على قد الصينيه. طريقتها بسيطه قوي وحلوه، وفي الاخر بتديكي نتيجه جميله. هاتي الكنافه من قبلها بيوم ولا حاجه وحطيها في الفريزر. عملتها اهو، هركنها بقى وهعمل الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خدت كده نص لفه الجلاش بس، والنص التاني سلفنته وشلته. هدورها بقى على قد الصينيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الجلاش اهو في فوطه. عندي بقى الصينيه، كوبايه سمنه اهي، ان عوزت تاني سمنه هجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان انتوا عارفين ان الجلاش والكنافه كمان بياخدوا سمنه كتيره. عوزت ما عوزتش خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بايدك كده هتعرفي فين الحته التخينه والحته الخفيفه اللي هي ايه، اللي مش مظبوطه، تظبطيها اهو. انت بملمس ايدك كده تحسي الحته اللي في اللي هي عايزه اكتر، عشان تبقى كلها سوا واحد اهي. اكبس عليها قوي كده. عندي بقى الحشوه بتاعتي. الحشوه دي بتاعتك اللي يعجبك. انا ده سوداني على شويه عين جمل، ولو ما فيش عين جمل كنت هحط السوداني، بس هو كانوا عين الجمل حبه صغيرين ما كانوش كتار يعني. السوداني هو اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. احط عليهم كده 3 معالق عسل من اللي انا عاملاه، اللي هو الشربات بتاع اللزق بيه، عشان يبقى متماسك كده. طبعا ما حطيتش كنافه على السمنه، قصدي ما حطيتش سمنه على الكنافه اهو. حطيت السمنه على الكنافه اهو، وفي الحروف كده اهم حاجه.
وانت شغاله تخلي الجلاش متغطي عشان ما ينشفش. انا كنت المفروض احط الحشوه في اول ورقه انا حطيتها، بس لقيتها مقطوعه عشان بس الحشوه ما تتبهدلش. الحشوه بقولك اللي تعجبك تحطيها، لو عايزه تحطي زبيب عليها انا مش حاطه، يعني انا ولا حاطه زبيب ولا جوزة الهند، عايزه تحطي حطيها. يعني في ناس ما بتحبش الزبيب قوي في الحشوات، انا يعني بحب الزبيب في حاجات يعني. ظبطت الحشوه اهو، هبتدي بقى احط ورقه ورقه، بين ورقه وورقه ادهن سمنه. هقطعها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يعني انا قطعتها الاول على 4 وبعد كده كل ربع عملته 3 قطع اهي. هحط بردك عليها سمنه من على الوش كده. على فكره انا هعمل صينيه تانية، يعني انا اول ما دي تطلع من الفرن هكون انا جهزت صينيه تانية. احط عليها سمنه وهحطها على الرف الوسطاني. انا مشغله الفرن تحمر من تحت، وبعد كده ابقى اشغل عليها الشوايه، يعني لو ما احمرتش اشغل عليها الشوايه شويه. حبايبي الصينيه طلعتها من الفرن اهو بزقيها. انا عملت صينيه تانية زي ما قلت لكم، بس الصينيه التانية اصغر من دي لاني دورت على اختي دي ما لقيتهاش. اهو تزقيها والشربات بارد وهي سخنه اول ما تطلع من الفرن. حبايبي الصينيه التانية طلعت اهي من الفرن اهو، هي نفس الحجم، بس انا ما لقيتش الصينيه اختي دي اهو. لازم ازقيها وهي سخنه كده بالشربات البارد. هنا اهم الاتنين ما شاء الله احسن من بعض. شغلت عليهم الفرن الاول من تحت، وبعد كده ايه شغلت الفرن من فوق اللي هو الشوايه. احمر الوش كده يبقى احمرت من فوق ومن تحت. حاجه تنجح معاكي من اول مره، حلوه ومش صعبه. تعمليها لضيوفك، تاخدي حته كده مع كوبايه شاي بعد ما تصلي التراويح بامر الله كده، مع حتى كوبايه عصير من الطبيعي اللي احنا عاملينه مع بعض.
تودي منها لحد رايحه لحماتك ولا حاجه، اعمل لها صينيه تشرفك بردك. يلا كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.